يا ابن ذي الجوشن، لقد سمعت أن أحرص الناس على حرب ابن بنت رسول الله هو أميرك عمر بن سعد الذي كان يتحسر على حكم الري، لكنه ليس راغبا وليس مصرا على قتل الإمام الحسين بن علي مثل إصرارك أنت، لأنك أنت من يوقد نار الحرب هذه. اخشى الله يا شمر، فكل نفخة تزيد بها اشتعال هذه الحرب تزيدك خسارة في الدنيا والآخرة، وإن الدنيا دار فناء وزوال متصرفة بأهلها من حال إلى حال، فالمغرور من اغتر بها وركن إليها. وتجيد غير الموعظة؟ أنت في ميدان الحرب لا على منبر المسجد. اغمد لسانك وجرد سيفك، فقد أبرمتنا بكثرة كلامك. هل هذا واضح يا ابن القين؟ حقا إن الكلام مع الذين تعربد السيوف سكرا في أيديهم الملوثة حرام. يا أهل الكوفة، أنا زهير بن القين البجلي. الكثير منكم يعرفني جيدا وكثير سمعوا عني. أنا تاجر معروف وقد أغناني الله من مال الدنيا. أنا أدركت رسول الله، وفي عصر الخلفاء الأربعة جاهدت معهم جميعا، وأنتم أمة رسول الله، وها قد جردتم اليوم سيوفكم على ابن بنت نبيكم الإمام الحسين. فهل تعرفون معصية أعظم مما تفعلون؟ يا ابن القين، أنت لم تكن على صلة بآل علي، فكيف نقضت بيعة أمير المؤمنين يزيد ووقفت مع الحسين بن علي؟ هل توهمت أن الحسين بن علي سيصبح ملكا على العراق وأنت وزيره؟ ها؟ لنفترض أننا كنا قد فكرنا فيما تزعمونه، فهل بقي شيء من ذلك الآن؟ أسألكم بالله يا أهل الكوفة، هل الحكم على العراق أعز من الروح؟ أقسم بالله إن الإمام الحسين بن علي لم يأتي إلى الكوفة إلا بعد أن كتبتم له أن أقدم علينا فلبى، فجاء إليكم هاديا وإلى الرشاد والحق داعيا، وهو أحق بالنصرة والمودة من ابن سمية، وإن صبت الرسول الأكرم لن يعطي بيده إعطاء الذليل ولن يبايع يزيد. إذا أمسك، فإنا قاتلوك وصاحبك.
يا ابن ذي الجوشن، أنا موافق على الانسحاب الآن، لأن سيدي الإمام الحسين بن علي يدعو إلى الصلاة الآن. فلنترك الحرب ريثما أذهب وأصلي، وأنتم حينها تستريحون برهة من الوقت يا شمر. يا ابن القين، إن رجعت إلى الميدان فأنا الذي سأمزق نحرك وسوف أقسم عنقك. ليتك تبقى مرة على كلامك وتثبت رجولتك. أنا عائد بعد الصلاة إلى الميدان ميالا لقتالك أنت، فإن تخلفت فأنت أقل من كلب. وكسر زهير حصار الرماح والسيوف وعاد كالفراشة محلقا ليؤدي صلاة العشق، وكأنه كان مقدرا له أن يقتدي بابن بنت رسول الله في صلاته الأخيرة. عار عليكم يا شمر، لا يزال ابن القين في الميدان مرتجزا. هذا أشبه بالمعجزة يا ابن سعد. ما هذه بالحرب وحسب، لا أبا له، كأنه فيل هائج كلما صاح فيهم صعق الرجال. ابن القين لا يعادل الحسين بن علي. وماذا ستفعلون مع الهاشميين سواعد الحسين بن علي والعباس بن علي؟ لا شك في أنه إن دخل الميدان فسيموت رجالك خوفا وفرقا. لن أستبعد ذلك. لا يقف أمام العباس بن علي إلا من يحمل قلب أسد. كفى قتال المناجزة، احملوا عليه جميعا، فليهجم الجيش كله على المخيم واكفونا شر الحسين بن علي. الحسين بن علي يريد أن يصلي، ويريد منا أن نؤجل الحرب ريثما يؤدي الصلاة. ليصلي يا شامر، ليصلي، واقضوا عليه بعد الصلاة مباشرة. أحقا تريدون أن تسمحوا للحسين بن علي بأن يصلي؟ الصلاة واجب شرعي يا بني، لا نستطيع أن نمنع الفريضة الواجبة. إذن خسرتم الحرب. ماذا تقول؟ هؤلاء جاءوا لقتال الحسين بن علي ظنا منهم أنه كافر وخارج عن دين الله، لكنهم عندما يرونه يترك الحرب من أجل الصلاة سيعرفون أنهم مغرر بهم. هذا نظر صائب. أليس كذلك يا شمر؟ نعم طبعا، إن رأي نجلكم صائب ودقيق للغاية، ولعل الحسين بن علي يريد أن يوقظ أفكار الكوفيين الغافلين. هل علينا أن نمنع الحسين بن علي من أداء الصلاة؟ قل. ماذا أقول؟ أنت القائد وأنا الجندي. لا يا شمر، لا، امنعوهم من الصلاة.
كان زهير قد حلق من أعلى الأرض. كان يعد نحو الميدان كأنه طفل فاتح ذراعيه لأحضان أمه. أتم الصلاة وذهب إلى الميدان عطشانا.